السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشفت إحدى المصادر عن قرار مسؤولين النادي الأهلي بتوقيع عقوبة على محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء. وكان قفشة أهدر ضربة جزاء للأهلي في الدقائق الأخيرة من مباراة فيوتشر التي أقيمت مساء الجمعة على استاد السلام ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز. كما قالت إحدى التصريحات أيضا أن النادي الأهلي قرر توقيع عقوبة ضد محمد مجدي قفشة بسبب تسديده لركلة الجزاء أمام فيوتشر وهو ليس متواجدا في ترتيب مسددي ضربات الجزاء. كما أضاف الأهلي قرر توقيع عقوبة على قفشة طبقا للائحة. وكان دائما كولر ما يحدد أول 3 لاعبين لتسديد ركلات الترجيح في كل مباراة على حدة وفقا لمستوى اللاعبين في التدريبات. في مباراة الأمس أمام فيوتشر كان الثلاثي المختار لتسديد ركلات الترجيح دون ترتيب هم محمد شريف وحمدي فتحي وعلي معلول، ولم يكن متواجد أحد في الملعب وقت الحصول على الخطأ إلا معلول. كما قال علي معلول توجه للاعب الأهلي وأكد له أنه ليس قادرا على تسديد ركلة الجزاء ليقرر محمد مجدي قفشة التقدم لتنفيذها ويهدرها. من المتوقع أن يتم إلغاء العقوبة الموقعة على محمد مجدي قفشة بعد معرفة كواليس ما حدث وأن علي معلول هو من اعتذر عن تسديد الركلة، وبناء عليه قرر اللاعب التقدم لتنفيذ الركلة.